وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإلى هذه اللحظات تشهد منطقة دماج الضرب العشوائي من قبل الرافضة الحوثيين بشتى أنواع الأسلحة، صواريخ كاتيوشا ومدافع ودبابات وغير ذلك، ضربا عشوائيا حيثما وقعت، بل لقد ضرب في صلاة الظهر المصلون في مسجد المزرعة الذي عند سكن الطلاب، وجرح 36 شخصا وقتل 6. وهكذا بارك الله فيكم وماذا تنتظر من أناس أيديهم ملطخة بالدماء عبر التاريخ؟ ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في دماج، وهم واقفون وقوف الأبطال يدافعون عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ولو أردت أن تقول هل من عاقل في الرافضة ينصح من يليه، فأين ذلك العاقل وهم بهذه التصرفات الهوجاء؟ اعتداء إلى بيوت الله وإلى دماج. لو تكشف عن جنسيات المهاجمين لوجدت كل واحد من بلد، ذاك من خولان، ذاك من رازح، ذاك من كذا ومن كذا، تجمعوا حتى جاءوا إلى دماج. ليست بلدانهم، فبأي حق يعتدى عليهم إلى بيوتهم إلى منازلهم؟ وفي الشهر الحرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا ندعو الدولة إلى أن تتدخل تدخلا عاجلا، والأخ الرئيس على وجه الخصوص أن يتدخل تدخلا عاجلا، وهو المسؤول أمام الله عن رعيته. نذكره الله عز وجل في أبنائه وبناته أهل السنة، فإنه كالأب لهم، نذكره الله فيهم، وهو مسؤول عن دمائهم ومسؤول عن أعراضهم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. كيف يطيب له الحال أن ينام وهم مستيقظون، أن يأمن وهم خائفون، أن يشبع وهم جائعون؟ تصور الذعر الذي يحصل لهم.
يوم أن تنزل عليهم القذائف من كل شق ومن كل جانب وفي كل لحظة، في كل لحظة. أنا أتكلم مع شخص في التلفون وأسمع الصوت، يقول لي تسمع؟ قلت نعم. قال هذه كاتيوشا. فلهذا ندعو أولياء أمورنا جزاهم الله خيرا ومشايخ القبائل وأعيان الناس إلى أن يعجلوا في البت في هذه القضية بما تحقن به الدماء وتؤمن به السبل وتحفظ به الأعراض. الظلام يدخل في حالة ذعر لا يعلمه إلا الله، القذائف عليهم من كل شك. ماذا تتوقع؟ كيف يكون الخوف؟ كيف يكون حال الناس؟ فنسأل الله السلامة ونسأل الله الإعانة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وندعو كل من يسمع هذا الكلام إلى أن يدعو لإخوانه وأخواته هناك في دماج، يدعو لهم أن الله يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم. الدعاء أقوى سلاح، أقوى من المدافع، أقوى من الدبابات، أقوى من كل سلاح. قوة الله فوق كل قوة. ونحن ندعو الله وندعو إخواننا جميعا أن يدعوا لإخوانهم، فالله يعلم أن قلوبنا تعصر عصرا وتتقطع أسا على ما هو حاصل في دماج، ولا نملك لهم إلا أن ندعو الله عز وجل لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يؤيد إخواننا بنصره وأن يحقن دماءهم وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونسأله أن يدمر على الرافضة وأن يجعل بأسهم بينهم وأن يمزق جمعهم وأن يفرق كلمتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.